السلام عليكم إخوتي الكرام، مرحبا بكم. اليوم جئناكم بفيديو جديد. خصيصا سنتكلم حول موضوع مهم للمنتخب الوطني الجزائري، وخاصة بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش والتربص القادم الذي سيجرى هنا بالجزائر في مباراة البافانا في جنوب افريقيا وبوليفيا. تنتظرنا مباراتين قد تكون مصيرية للتحضير لتصفيات كأس العالم وتصفيات كأس أفريقيا المؤهلة إلى كاف المغرب 2025 ومونديال مكسيكو USA and كندا في 2026. فلاديمير بيتكوفيتش يحضر إلى تشبيب المنتخب الوطني الجزائري تدريجيا، ويريد قيادة منتخب شاب ومنتخب طموح. أول حاجة غادي نهضروها هو رياض محرز يتوجه للغياب حول المباريات القادمة الودية. فلاديمير بيتكوفيتش اتصل شخصيا برياض محرز، أخبره بأنه الأبواب المنتخب الوطني الجزائري مفتوحة إليك. فلاديمير بيتكوفيتش كانت له اتصال حوالي 45 دقيقة بينه وبين رياض محرز. رياض محرز أخبره بأنه يعيش فترة صعبة مع ناديه الأهلي جدة السعودي، ويعيش أيضا فترة صعبة مع المنتخب الوطني الجزائري، وخاصة بعد الإقصاء المر أمام موريتانيا والخروج من الدور الأول. أخبره أنه يطلب مهلة الإعفاء المؤقت، وأنه قد يعتزل في المنتخب الوطني الجزائري. إذا رياض محرز أنا خائف على أنه يبعد بطريقة من الباب الضيق، كما حدث مع كريم مطمور وكريم زياني وندير بلحاج عندما رفضوا القدوم للمنتخب الوطني الجزائري وطلبوا مهلة الانتظار، مما أجبر على المدرب السابق للمنتخب الوطني الجزائري فاهيد وحيد حليلوزيتش عن استبعادهم نهائيا عن المنتخب الوطني الجزائري. على رياض محرز ألا يقع في هذا الخطأ ليكتسب مودة ومحبة الجماهير الجزائرية. وخاصة الشيء الذي انبهرت به أن فلاديمير بيتكوفيتش اتصل بياسين براهيمي. ياسين براهيمي سيعود رسميا للمنتخب الوطني الجزائري، ويريد أن يثأر مما حدث له سابقا تحت قيادة المدرب السابق جمال بلماضي، ويريد أن يقدم مستوى جيد جدا تحت قيادة فلاديمير بيتكوفيتش. وخاصة فلاديمير بيتكوفيتش يريد سحب شارة القيادة من رياض محرز ومنحها إلى ياسين إبراهيمي. إذن فلاديمير بيتكوفيتش يريد تشبيب المنتخب الوطني الجزائري تدريجيا، وإبعاد رقم هائل من اللاعبين المتقدمين في السن، وترك لاعبين أو 3 كلاعبين ذو خبرة ولاعبين ذو كاريزما راقية في المنتخب الوطني الجزائري. إذن القائمة ستعلن سهرة يوم الخميس، حوالي 25 لاعب للمباراة التحضيرية ضد بوليفيا وجنوب افريقيا. إذن رياض محرز قد لن يكون في هذا التربص، وربما سيستبعد نهائيا من المنتخب الوطني الجزائري، وسنشاهد عودة سعيد بن رحمة، عودة ياسين إبراهيمي، واستدعاء رفيق جيتا، بدر الدين بوعناني، آدم والناس، وسيكون عدة أسماء جديدة في المنتخب الوطني الجزائري. وسنشاهد فلاديمير بيتكوفيتش
في أول حصة تدريبية ضد بوليفيا والجنوب أفريقيا. فلاديمير بيتكوفيتش يتمشى على عقلية والكاريزما والصرامة الإيغوسلافية، يريد أن يضرب بيد من حديد وتشبيب المنتخب الوطني الجزائري بشباب وطموحين للعب مستقبلا في الاستحقاقات القارية القادمة. إذن هذه هي أخبار المنتخب الوطني الجزائري الحصرية. إذن دمتم في رعاية الله وحفظه. وصلنا إلى نهاية الفيديو، شكرا جزيلا لكم، سلام.